بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده طريقه عمل الكوارع، طريقه سهله خالص وبسيطه خالص وجميله خالص. اهي قدامكم بعد ما استوت ومقرمشه من بره وطريه من جوه. الكوارع مقرمشه من بره وطريه من جوه عشان ايه بعد ما تستوي يعني هنعمل لها تركه في الاخر يعني تخليها كده. معايا الكوارع اهيت مغسلها بدقيق وملح وليمون، متغسلهاش بخل عشان الخل بغير لونها ومبخليهاش كويسه. ميه مغليه بقى وبنحطها فيها اهيت، ونحط عليها ورق لورا وبصل وطماطم وتوم. التوم بيديها طعم وريحه حلوه. معايا بقى هنعمل فته معاها. سمنه دي سمنه بلدي. معايا راس توم كبيره بنحمرها كده في السمنه، ما تخليهاش تحمر معاكي جامد عشان متبقاش طعمها مر، يا دوبك تاخد اللون الاشقر اللي قدامكم زي اللي قدامكم ده بالظبط. بنشيل بقى التوم كده ونيجي محمره مكانه الفته اللي هو العيش. نحمرها الاول على وش العين، نخليه بس يشرب السمنه، يعني يشرب بالسمنه ديت بس، ونيجي مدخلاه بقى الفرن عشان الفرن بحمرهولي كويس من فوق ومن تحت ويبقى تحميره كله واحد. دخلته بقى الفرن دلوقتي. بنشوف الكوارع لسه شويه ما استوتش. هنجي بقى نعمل رز ابيض معاها بالميه، مش عامله معاها رز برام، يعني هنعمل معاها رز ابيض بالميه والفلفل الاسمر. معايا قطعه سمنه برضو بلدي قدحتها وحطيت الرز فيها، هنشوحه معاها شويه اهوت، ونحط عليه بقى فلفل اسمر والملح وخلاص. الفلفل الاسمر بيديله طعمه حلو اهو، والملح، وتقلبوهم برضو شويه كده عشان تاخد طعم الفلفل فيها في الرز يعني. تسقطي بقى تحط عليها بقى ايه الميه ميه، تحط شويه صغيرين يا دوبك تبقى مغطيه الرز من فوق عشان ما يبقاش معجن معاكي عشان على وش العين من فوق ده ما يخش ميه كتير. وتقلبيه بقى كده، اول ميه ما تنشف عليه تقلبيه وتحطي له بقى صاجه من تحت. الفته اهيت او العيش بعد ما اتحمر في الفرن طلعته ورديت له التوم تاني وحطيت عليه شوربه بسيطه خالص. دي الشوربه اهي عشان ما يبقاش معجن معاك. وترد له التوم تاني بعد ما شلتيه من السمنه، تردها له تاني. الرز خلاص استوى خلاص اهو. والكوارع برضو استوت، هنشيلها بقى. حطيت لها ملح اهيت، حطيت لها ملح. هنيجي بقى نعمل ايه ملوخيه. معايا الملوخيه هنعملها فيها تركه برضو جديده النهارده، اللي هي بصلايه صغيره مع التوم. معايا التوم على قد الملوخيه وبصلايه صغيره فيه، بنحمروهم كده وتحط عليهم معلقه صلصه، والشوربه بقى على قد برضو الملوخيه. واللي بتقول الملوخيه بتسقط معاك عشان بتبقى شربتها تقيله، والملوخيه شويه تقيل. الملوخيه مش هتسقط منك خالص. عملت بقى اللي هي الدقه الاولانيه او الطشه الاولانيه اهي، حط على الشوربه وطماطم والدقة. طبعا دي الدقة التانية بقى برضو بصلاية صغيرة خالص، بصلاية صغيرة في الأول وفي الآخر صغيرة خالص. والتوم بتحمره تحط عليه الملوخية كده اهوت. في دي الدقة التانية اتحمرت برضو، ما تحمرهاش جامد برضو عشان ما تبقاش مررة معاكي. هتحط عليها بقى الملوخية. الكوارع استوت خالص اهيت ومفتحة خالص ودايبة دوب في السوا من كتر ما هي مستوية اهي. هنطلعها بقى ونخلي تتصفى من المية بتاعتها او من الشوربة بتاعتها، وهنعمل لها تغليفه كده صلصه اهيت وسمنه، سمنه بلدي برضه عشان ده طعم حلو، بهارات لحمه وفلفل اسمر. ده سمنه بلدي اهيت انا مسيحاها، وتحطها عليه وتدهني بقى كده الكوارع، بتديها طعم جميل. هو الفلفل الاسمر، بهارات اللحمه والسمنه البلدي والصلصه، معلقتين 3 صلصه، تديها اللون اللي معاكي الحلو دهوت. وتنشفها معاكي في الفرن. دخلها بقى الفرن، دخلتها الفرن اللي هي الكوارع. الفرن بخليها ناشفه معاكي خالص من بره ومن جوه طريه خالص. نغرب بقى الاكل. نحط الاول كده الفته، شايفين كويسه خالص، مش مش معجنه يعني، عشان نحط لها شوربه شويه صغيرين. لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناه واعملوا لايك اللي هو اعجاب، واكتبوا لي تعليق حلو زيكم. شايفين الشوربه بتاعت الكوارع لونها جميل ازاي، شايفين الكوارع محمره خالص ازاي، من بره مقرمشه خالص ومن جوه طريه. وحاطه خيار بقى والشوربه والفته وليمون والبصل ده اللي انا عاملاه معاكم في البيت، يعني اللي يتاكل طازه اللي معاكم في الفيديو اللي عدى في فيديو عدى يعني على القناه. يعني اللي انا عاملاه يتاكل بعد اسبوع يعني او اسبوعين من التخليل بتاعه شايفين الكوارع جميله ازاي، ناشفه من بره مقرمشه من بره وطريه من جوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.